أحد في يوم سعيد. إعداد أنيس الحرزي، تقديم أنيس الحرزي ونبيل عبيد. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين لأحلى مستمعين وأغلى مشاهدين. ننطلق على بركة الله في صبحية جديدة، في لقاء جديد، في جولة جديدة في مدينة ساحرة من المدن التونسية. قبل ما نقدم لكم تفاصيل برنامجنا اليوم قولوا صباح النور الأنيس الحرزي، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. صباح الخير نبيلة، صباح الخير لكل اللي يتابعوا فينا، مستمعينا الأعزاء، مشاهدينا الأكارم في كل مكان. اليوم في مدينة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، مدينة المرجان وعاصمة المرجان تبرقة. نحن الآن في هذا المكان الساحلي الخلاب اللي هو يطل كما قلت على البحر، في نفس الوقت على ذلك الحصن. وهنا تلك الخصوصية نتاع الإبر اللي تميز مدينة تبرقة. أكيد أنه باش تستمتعوا معنا بأحلى الأوقات هنا في موسم المرجان. نعم، المرجان اللي هو معروف على المستوى العالمي، وتبرقة هي عاصمة المرجان. قال أنيس نحن هنا في مدينة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، نحن هنا في مدينة تزخر بالخيرات، تجمع بين البحر وبين الجبل، بين الخضرة الاخضرار وبين التاريخ كما قال لكم الحسن، وأيضا البحر وكل ما يتعلق بالبحر، لأنه تبرقة معروفة بالمرجان وبالتالي معروفة برشا بالغوص، معروفة بالصيد، معروفة بالصناعات التقليدية، معروفة بالسياحة لأنها مدينة سياحية بامتياز. كي قلنا لهم جماعة البلاصة ذي شو تسميوها بالضبط؟ قالت لي نسميوها المسرح، اما الاقرب ان نسميوها ليزيغوي الابر. شنو هالابر هذوما؟ هذه طبعا كما قلت الصور اللي ياخذ فيهم توا فاروق باش يعطيكم صورة مزيانة على التبرقة. تبرقة شكون ما يجيش باش يصيف فيها والا باش يستمتع بالمناظر الخلابة لهنا. تعرفوا انتم هي قبلة العديد من السياح، لكن الناس ما تعرفش على تبرقة اللي هي منطقة غابية بامتياز، فيها كل الانواع تاع الحيوانات، هي مدينة الطيور المهاجرة. ونحن اليوم جينا على موسم المرجان. المرجان وراه حكاية كبيرة، يعني علاش قالت نبيلة الصناعات التقليدية؟ لأنه هي مرتبطة حتى بالحرفيات والحرفيين اللي خرجوا ذلك العقد من المرجان، واللي هي كما قلت باش تعطي اشكال تو بعد نشوفوها في مواسم الخير. حبيت نحيي الناس الكل اللي تابعوا فينا، اللي شاهدوا فينا، واللي دائما يتفاعلوا معنا كل صبيحة احد في